تعالوا بقى النهارده لما اقول لكم على طريقتي المفضله للفاصوليا الخضراء. انا عارفه ان في ناس كتير ما بيحبوش الفاصوليا الخضراء، بس من بعد ما هيشوف الفيديو ده وتجربي الطريقه بتاعتها دي بتاعتي النهارده مش هتبطلي تعمليها وهتحبيها. ولو اول مره بقى بتشوفيني، انا مطبخ يسرا، اعملي لايك واعملي شير ويلا بينا نبتدي. هنا كده انا حاطه الحله على البوتاجاز، بس انا مش مولعه النار عليها. ضفت هنا كده الفاصوليا وضفت عليها توم متقطع كده صغير، والثوم لما متقطع صغير احلى من المدقوق في الفاصوليا الخضراء بالذات. وهنا انا بوريكي كده الفاصوليا انا مخرطاها بالطول، بقسم الواحده كده 2 وبروح اسمها كذا واحده. هي دي انا بحب اعملها كده، غير الطريقه التانية. وبعد كده ضفت هنا اهوت بصلايه كده متوسطه مخرطاها، وضفت ملح، وهنضيف فلفل اسود، وضفت هنا كنت انا سلقه اللحمه، وهنا السمين بتاع اللحمه حطيته معاها برضو بيديها طعم حلو قوي. وحطيت قرن الفلفل الحامي ده بيديها طعم في منتهى الجمال. مش حابه الحامي ده، ضيفي قرن فلفل اخضر، بس الفلفل بيديها طعم حلو قوي. وبعد كده انا هنا ديت الفاصوليا كيلو الا ربع من الفاصوليا، ضربت في الخلاط كيلو الا ربع عصير طماطم، تمام. وضفته كده عليها، وحبه ميه بقى كانوا كده ايه مكان العصير الطماطم حطيتها. هنا بقى سبتها بقى، ولعت عليها النار وسبتها كده تغلي شويه، الطماطم عصير الطماطم يتسبك. وبعد كده نزلت بمعلقتين كده من الصلصه الجاهزه عشان تديها برده لون وتتقل معانا. وضفت هنا معلقه زبده، وممكن تضيفي سمنه مكان الزبده. وضفت هنا اللحمه كانت مسلوقه. وبعد كده حطيت عليها كبشتين كده من الشوربه، وهسيبها بقى ووطي عليها النار واسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها، ان هي كده تتسبك. وهنا ده بقى كده شكلها بعد ما استوت. طريقه الفاصوليا ديت لما تعمليها كده ني في ني احلى من اللي بتسبكي لها بكتير. هنبتدي بقى نغرفها كده مع بعض. بصوا الجمال بتاعها في منتهى الجمال. وبرده التخريط بتاعها هنا دوت كده برده اللي هي بالطول دي بتديكي طعم برده احلى، برده بتبقى حلوه كده وخفيفه، ومش بتحسي انت بتاكلي فاصوليا خالص. ايه رايكم بقى في الجمال ده النهارده؟ الطعم بتاعها حلو قوي وخطيره الوصفه دي. ومن بعد ما هتجربيها هتدمنيها ومش هتبطلي تعملي الفاصوليا لو انت مش بتحبيها. لازم بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتيره ان شاء الله. مع السلامه.